هنفترض يا اللي بتتفرج علينا دلوقتي ان عيلتك فيها يا اما طفل وزنه زاد، يا اما الاب والام بعد ما اتجوزوا بداوا يزيدوا شويه، يا اما احد الجدود عنده سكر او ضغط. فالفيديو ده ليك. احنا هنعمل دايت للعيله كلها عشان نعدي مشكله ايه اصل انا هعمل اكل ليا واكل للولاد. لا، هنفترض ان اللي بيتفرج علينا دلوقتي في طفل في عيلته وزنه زايد، او مثلا الاب والام بعد بقى الجواز وحصل زياده في الوزن شويه، او احد الاجداد عنده امراض مزمنه زي الضغط والسكر. فالفيديو ده ليكو. احنا هنعمل لاول مره دايت ينفع لكل افراد العيله، كلكم تاكلوا نفس الاكل، كلكم ما يبقاش عندكم مشكله طب مين اللي النهارده يومه فيه كذا، طب انا هعمل بقى دايت ليا وهعمل اكل للولاد. المره دي هنحل كل الموضوع ده، فحرفيا حلم حياتكم هيتحقق. تخيل ان احنا هديك دايت هينفع لكل افراد العيله. بس انا عندي طلب الاول، عاوز منشن هنا لكل افراد العيله، واكتر كومنت هيجيب لايكات فانا هديله متابعه مجانيا عشان يبقى معانا في الفيديو ده. ويا ريت وانتوا بتعملوا منشن تكتبوا بس ليهم ان احنا بنهتم لامركم. يعني لو انا منشنت مثلا اخويا او ابن خالتي وقلت له انا بص تشوف الفيديو ده لان انا بجد بهتم لامرك، الموضوع ده بيبقى حقيقي بيفرق جدا. فيلا خلينا نبدا ونشوف الفيديو ده هيتكلم على ايه. الاول احنا هنبدا بالشوبينج. الشوبينج هيبقى مهم جدا ان كل افراد العيله تشارك فيه، وبالذات الاطفال. لما الاطفال بيحسوا ان هما جزء من البروسيس ذات نفسها هيبداوا يحبوها، جزء من العمليه. فلما يشتروا معاكم الاكل الصحي بنفسهم ويفهموا ان احنا لا ده احنا هنشتري ده مش هنشتري ده، هيحبوا العمليه بعد كده. خلوها اكنها رحله، اكتبوا ورق وعلقوه على الحيطه بتاعتكم، رحله تغيير حلم الحياه، اي حاجه. شوفوا انتوا هتعملوا ازاي وتشجعوا بعض ازاي. الشوبينج هنبدا باول حاجه اللي الاطفال بتحبها، السناكس. ايه السناكس اللي احنا هناكلها بين الوجبات؟ بص يا صديقي، الاول انتوا هتشتروا ذره مشوي، تشتري ترمس، تشتري فشار، هتشتري حمص شام، هتشتري شوكولاته دارك، هتشتروا كاكاو خام، هتشتروا جوز هند، هتشتروا مكسرات، هتشتروا بروتين بار. بس البروتين بار هيبقى لكل واحد بس في العيله مره واحده في الاسبوع عشان افهمكم برضو ده هنعملها ازاي. هتشتروا شوكولاته خام، وهتشتروا هيلث بريد اللي انا اتكلمت عليها قبل كده. فمبدئيا دي السناكس اللي احنا هنشتريها، وهقول لكم في اخر الفيديو هنعملها ازاي والدايت كله هيبقى عامل ازاي والحاجات دي هنوظفها ازاي. فيبقى اول حاجه هنبدا بيها والاطفال تشارك بيها سناكس. روح يا ابني هات لنا فشار، وروح انت هات لنا مش عارفه ايه، ودي الحاجات اللي احنا هناخدها. دي رقم واحد. رقم اتنين طبعا يعني هاتوا بروتين باي كميه، ولكن انا هنا جاي اقول ان هاتوا كمان بروتين نباتي هيبقى جزء من رحلتكم في الدايت. يعني هاتوا عدس وهاتوا حمص شام، هاتوا برغل وهاتوا كينوا، وده هيكون مهم جدا لان برضه هقول لكم احنا هنعمل فيه ايه. الخضار طبعا هاتوه بكميه اعلى بكتير من اللي كنتوا متعودين عليها قبل كده. محدش يقول لي في الكومنتات او محدش يقول دلوقتي وهو بيتفرج عليا اصلا اولادي ما بيحبوش الخضار. انا هجاوبك على النقطه دي بالظبط هنعمل فيها ايه. فالخضار لازم تجيبوه بكميات اعلى من اللي انتوا بتجيبوه فيها. بعد كده هنيجي للفاكهه. الفاكهه هاتوها بكميات اقل شويه من اللي انتوا كنتوا بتجيبوها قبل كده. بعد كده هنيجي في النشويات. اولا النشويات احنا هنجيب حاجات حبوب كامله، يعني هنجيب مثلا رز، هنجيب بطاطا، هنجيب بطاطس، هنجيب برغل، هنجيب شوفان. فمش هنجيب اي حاجه تانية. مش هنجيب دقيق ابيض، يعني مش هنجيب عيش مثلا وكده اقول لكم هاتوا دقيق شوفان وهنعمل بيه العيش ازاي. ومش هنجيب مكرونه، او ينفع تجيبوا مكرونه شوفان او مكرونه خضار، بس المكرونه اللي هي بدقيق ابيض دي مش هتنفع معانا. فدي بالنسبه للنشويات. الدهون الصحيه هتجيبوا زيت زيتون، هتجيبوا زيت حار، هتجيبوا زيت جوز هند، هتجيبوا زبده، هتجيبوا سمنه بلدي. تخيل معايا يا صديقي ان انت غمض عينك وتخيل ان ده الاكل بس اللي هيدخل بيتك لمده سنه، مفيش اي اختيار تاني. خلاص احنا قفلنا على نفسنا وقررنا ان احنا نتغير. ده الاكل اللي بس هناكله. اي كلام من حيث ان اصل انا اولادي مش بيحبوا الفاكهه، اصل انا اولادي لازم ياخدوا عصاير، ولادك كانوا كده لانهم هم اتعودوا كده. فاحنا جايين دلوقتي نغير كل ده، وده ينفع يتغير. هينفع يتغير لايه؟ لان احنا خلاص قفلنا على نفسنا البيت، هو ما عندناش الا ده. كده احنا هنعمل ايه؟ احنا هننظف البيت. هننظف البيت ده المصطلح اللي انا احب استخدمه في الفيديو ده، ان احنا هناكل اكل نضيف بس. تخيلوا يا جماعه حجم المكاسب اللي انتوا هتعملوها لو لمده سنه الاكل اللي بيدخل جسمكم وبيدخل بيتكم ده بس، الاكل التاني مش هندوقه ومش هنجيبه ومش هنفكر فيه. تخيل معايا كده الاطفال هيحصل لها ايه. اول حاجه نومها هيكون مستقر اكتر. تاني حاجه تركيزها وذكائها هيبداوا يزيدوا لانهم بقى بياخدوا مصادر طاقه صحيه. تالت حاجه الكسل والخمول اللي كان بيجي لهم احيانا بعد الوجبه ده هيقل خالص. بعد كده لو في اطفال كانت بتعاني من فرط حركه لانها بتاخد سكريات عاليه ده هيقل جدا. لو في اطفال بتتمرن فمجهودها البدني هيبقى افضل لانها واخده نشويات
معقده، لانها واخده بروتين كتير، لانها واخده دهون صحيه. تخيلوا يا جماعه حجم المكاسب بجد اللي انت بتحققها دلوقتي لبيتك ولاطفالك في المستقبل هيبقوا عاملين ازاي. تخيل ان احنا بنحمي الفئه اللي هي بقى دلوقتي في الثلاثينات، اللي هو الاب والام بتاع البيت دوت، ان هم ما يجيلهمش اي امراض بعد كده، ان هم ما يبداوش يدخلوا في دوامه ان بداوا يزيدوا شكلهم، ما بدا يبقى مش فت قوي، ما يبقوش قادرين صحيا على الحاجات اللي كانوا بيعملوها قبل كده، بقوا قادرين يطلعوا السلم، بقوا قادرين يتحركوا اكتر ويلعبوا مع اطفالهم. تخيلوا ان لو احنا فضلنا ناكل كده، فالاجداد اي حد عنده امراض مزمنه بعد سنه الموضوع هيبقى اتحسن بصوره كبيره جدا من سكر او ضغط او دهون ثلاثيه. دي حاجات ما ينفعش تتساب. يلا بقى نقول تقريبا الشكل بتاع الدايت هيبقى عامل ازاي. الاول خدمه كمان، عاوز الفيديو ده ينتشر لاكبر عدد ممكن عشان نبقى فعلا مصدقين ان احنا بنغير مجتمع كامل بجد. ويا ريت كل الناس اللي كانوا متابعيني قبل كده يكتبوا في الكومنتات اول ما تابعوني كانوا وزنهم كام وبقوا بعد كده كام، عشان الناس تصدق ان التغيير بيحصل بجد وان كلكم تقدروا تعملوه. يلا بينا نقول الدايت هيبقى عامل ازاي. الاول انا عاوز نفطر. النشويات اللي احنا هناخدها في الفطار، لو هتعمل عيش نعمله بحبوب كامله يا اما عيش شوفان، ونجيب طريقه من على النت وهتتعمل وهتبقى بسهوله قوي، وفي طرق بتخليه الطف وطعمه احسن وهنسيبها لكم في الكومنتات. وهناخد مثلا معاها البروتين بتاعنا العادي، جبنه قريش، بيض، فول، اي حاجه من الحاجات دي. ممكن ناخد بقى الدهون الصحيه بتاعتنا اللي هي زيت زيتون وزيت حار وزبده وجوز هند عليهم عادي خالص. بين الفطار والغدا ده الوقت اللي هناخد فيه فاكهه، ومش عاوز تبقى الفاكهه كتير لكل الافراد، يعني للاطفال وللكبار وللمتوسطين. لو الاطفال ما عندهمش اي مشاكل، ما عندهمش سمنه، فعادي ينفع تزيد الفاكهه براحتهم وياكلوها براحتهم وكل الانواع. لو في سمنه فالفاكهه تزيد تقل شويه. الغدا طبق السلطه بتاعنا الحلو، لو لسه الجوع والشبع مش متظبط فهتحطوا على طبق السلطه عدس اسمر او حمص شام. هناخد معاها النشويات اللي احنا جبناها، يا اما رز ده هيكون نشويات كويسه، يا اما بطاطس، يا اما هناخد برغل، يا اما ناخد فريك. دي النشويات اللي احنا هنستخدمها في الغداء. معاهم البروتين عادي خالص، لحمه، فراخ، سمك، تونه، كفته، جبنه قريش، فول، بيض، اي بروتين من ده. السناكس بقى بتاعت الاطفال اللي احنا هناخدها بين الغداء والعشاء. ياخدوا بقى ايه؟ حمص شام مره، ترمس مره، كوبايه فشار في مره، لب سوري في مره، شوكولاته دارك في مره، بروتين بار في مره. والبروتين بار ممكن ناخده في الوقت اللي هم هيروحوا في التمرين، برضه هيبقى حلو جدا ليهم في الوقت ده. وخلينا ناخد في الوقت ده كمان مكسرات زي اللوز او اللب السوري دايما للاطفال، لانها هتزود تركيزهم. العشاء دي الوجبه اللي هننهي بيها، فهتبقى وجبه يا جماعه خفيفه، تبقى زبادي، كلنا كده بناكل زبادي، ومعاها بقى ايه؟ لو في حد جعان هياكل بروتين اكتر شويه، وممكن ياكل معاه خضار. طيب هل هنا انا عملت دايت كاستمايزد لكل واحد؟ يعني ده الدايت ده بقى هو ده هيخسسك؟ لا، انتوا شيلوا من دماغكم فكره الدايت بتاعت ان انا هخس الاسبوع الجاي كام. دلوقتي احنا شغالين في حاجه تانية. دي رحله الصدق والنفس الطويل، وان انتوا تكونوا عارفين من جواكم انكم تستحقوا انكم تعيشوا حياه احسن وصحتكم تبقى احسن. دي فرصه مش هتيجي كتير، خليكم حقيقيين جدا فيها. قرروا انكم هترموا بره بيتكم اي اكل مقرف، اي اكل غلط، مش هيدخل بيتكم ولا هيدخل جسمكم، لان انتوا تستحقوا الافضل. انا قلت لكم ان الدايت للابطال، الرحله دي حقيقيه للابطال. اتمنى اشوف في الكومنتات تفجير منشن لكل الناس اللي في العيله، ونبدا ناخد خطوه حقيقيه ويكونوا مصدقينها بجد، وتيجوا تقولوا لي كمان سنه بالظبط او كمان حتى شهر، كل شهر تيجوا تقولوا لي في الكومنتات ايه اللي حصل ووصلتوا لايه. وصدقوني والله هبقى مستنيها كل شهر. ربنا معاكم يا رب، وان شاء الله تبقى فرصه حقيقيه للتغيير.